المنتج الثالث ارت سوينج 3. ده خاص ببنطلون السيدات، مظبوط؟ بالبنطلون بالظبط زي يوسف ما قلت، ان انا المنتج الاولاني بيعمل كل ملابس السيدات ما عدا البنطلون، المنتج الثالث بيعمل بنطلون السيدات بكل مقاساته وكل القصات وكل قصات البنطلونات. وهل ده بيعمل كل قصات البناطيل؟ يعمل كل قصات البناطيل بكل مقاساتها. تمام. لان هو باترون اساسي. ورجعنا لكم تاني مع برنامج الباترونيست، أسرع وأسهل طريقة في العالم لتعليم الباترون وتصميم الأزياء. مستر خالد، دلوقتي هنشوف شرح عملي للمنتج الثالث معانا ارت سوينج 3، وده لتفصيل البنطلون السيدات. بالظبط يا بسنت، المنتج الثالث ارت سوينج 3 لملابس السيدات، وهو بنفس الفكرة بتاع المنتج الأولاني والثاني. زي ما انتم شايفين دلوقتي، هنجيب الباترون، مكتوب عندنا هنا خط او حرف البنطلون، خط مستقيم على حرف البنطلون. هجيبه كده على حرف البنطلون بالشكل دوت، وابدا اشتغل. نختار برضو زي ما تعودنا يا يوسف، بننقي لون اللي احنا عايزينه وبنشتغل عليه. هنشتغل المره دي على مثلا، اختار انا بقى 38، اختار 38. هنمشي على اللون الاخضر الاول، ده اساسي اللي هو صدر البنطلون، ده اساسي. كل المقاسات انا بمشي هنا لغايه ما امشي اوصل للمقاس اللي انا عايزه، الاخضر الاحمر الازرق وهكذا. هعمل علاماتي في اللون الاخضر بالشكل دوت لغايه ما اوصل لاخر البنطلون. كده انا شغال في ايه؟ في صدر البنطلون، لسه ما عملناش في الظهر. طب مستر خالد، اكبر مقاس بنمشي من بره؟ اكبر مقاس اللي هو اللون الاسود. مكتوب لنا عندنا علامات اهو، اللون الاسود بنمشي من بره، بيطلع البنطلون في ثانيه يعني او في ثواني كده. اللون الفضي دوت، بدايه من اللون الفضي دوت، ده صدر البنطلون زي ما احنا عملنا في بنطلون الاطفال. همشي كده في اللون الفضي لصدر البنطلون بالشكل دوت. لغايه ما اوصل للنقطه الخضراء. النقطه الخضراء ما بكملش بعد كده الاسود، بروح رايح للنقطتين الخضر التانيين، علشان دي سوستة البنطلون او اسمها البتاليتا، بتختلف من مقاس لمقاس. المقاس الصغير بتبقى صغيره، كل ما يكبر المقاس بتكبر مكان السوستة بتاعه البنطلون. يبقى انا جيت لغايه اللون الاخضر وعديت لغايه ما وصلت نقطتين الخضر التانيين. تمام. هنا دي بنست صدر البنطلون، وزي ما عملنا في بنطلون الاطفال هنا دوت برضو جيب للصدر، والجزء دوت يستخدم برضو جيب بشكل تاني، او يستخدم سجاف للجيب العادي اللي هو بتاع البنطلون. يعني في اكتر من شكل بالنسبه للجيب، ليه اكتر من استخدام واكتر من شكل زي ما انت قلت يا يوسف. نشيل الباترون كده بالشكل دوت، وزي برضو ما تعودنا نوضح بالشكل ده. طبعا هو الباترون واضح اهو قدامي، بس انا باكد للساده المشاهدين عشان يشوفوا النقط بشكل واضح اهو. نعمل واحده واحده لانها قص. تمام. طيب مستر خالد، هل يعني برضو خلينا نسال السؤال ده، هل انا ممكن اتحكم في ستايل البنطلون نفسه، او في ستايل معين انا حابب ان انا افصله؟ هل ممكن من خلال الباترون ده يساعدني، ولا في شكل معين او ستايل معين هو بس لا، اي ستايل بنطلون واي موديل بنطلون يا يوسف تقدر ان انت تعمله. لو محتاج تضيق البنطلون تضيق، لو محتاج تعمله شلستون تعمله ستريت، تعمله اي شكل بنطلون بكسر، اي حاجه انت عايزها بتتعمل من الباترون الاساسي. يعني عنده الحريه دي، مفيش اي مشكله؟ طبعا مفيش اي مشكله. ده كده شكل الباترون، دي البنسة
نوضح اكتر البنسل خطوط اهي. النقطتين دول بيوصلوا للنقطة دي بالشكل دوت، وابدأ اقص. هنوضح برضو يا يوسف في الحلقات اللي جاية ازاي البنطلون نغيره لأكتر من موديل، وازاي كل الباترونات اللي احنا عملناها نقدر نستخدمها في أكتر من استخدام. تمام. دي سوستة البنطلون. والطول برضو بالظبط كده يا يوسف، الطول اللي احنا عايزينه بنقدر ان احنا نتحكم فيه. كده اكون انا عملت صدر البنطلون، لسه ظهر البنطلون. في الصدر انا خدت الباترون على الحرف، انما في الظهر لازم اتاكد ان اللون اللي اشتغلت بيه اللي هو الاخضر يكون موجود داخل ورق الباترون. تمام. وبرضه اكون بقدر المستطاع على استقامه، يعني المسافه هنا زي المسافه هنا، اكون على استقامه مظبوطه، بشوفها اكتر من عند الرجل تحت كده، يبقى الباترون على استقامه. همشي بعد كده في اللون الاخضر، مش هستخدم بقى اللي هو بتاع الصدر، هستخدم ظهر البنطلون، مكتوب قدامي ظهر البنطلون. همشي في اللون الاخضر لغايه ما اوصل للون الاخضر بتاع الجنب، واستخدم البنسة بتاعت الظهر، وامشي كده في النقط الخضراء كلها. وزي ما سألتيني يا بسنت في بنطلون الأطفال، المرة دي أنا مش هستخدم اللون الفضي، همشي لغاية اللون الأخضر. لما أجي أعمل الظهر في الصدر بمشي اللون الفضي، لما أجي أعمل الظهر بمشي لغاية اللون الأخضر بالشكل دوت. هو نفس فكرة بنطلون الأطفال. اقدر اعمل منه اي موديل للبنطلون، اعمل شورت، اعمل برمودا، اعمل اي حاجة انا عايزها، اعمل سلوبيت برضو استخدمه. تمام. ادي اللون الاخضر، ادي الحجر، وامشي بقى هنا في الفضي ده لكل المقاسات. يعني الفضي ده بتاع الظهر، في الاحمر ابدا استخدم الفضي، في الازرق ابدا استخدم الفضي. ده ثابت معايا بالشكل ده لغايه ما اوصل للاخضر. وبنسة الظهر الخضراء هي اوتوماتيك بتطلع لوحدها. اشيل الباترون بعد اذنك. برضو بوضح ادي النقط اللي عملتها. نقطة ونقطة عشان خاطر نختصر الوقت، لأن اللي أنا بعيده دوت المفروض يعني ما عيدش الإعادة اللي أنا بعيدها دي، بس أنا بعيد عشان السادة المشاهدين يبقوا شايفين أكتر. إنما هو الباترون ما بياخدش 5 دقايق على بعض وبيطلع على طول، أي باترون. وطبعا كل باترون بيبقى معاه كتاب الشرح بتاعه ومعاه السي دي المصور بتاعه. يعني باترون الأطفال معاه كتاب شرح فيه أكتر من 60 موديل لكل ملابس الأطفال، وباترون السيدات معاه كتاب شرح فيه أكتر من 20 موديل. باترون البنطلون فيه شرح المصور اللي احنا بنصوره مع بعض دلوقتي.
وبرضه هيبقى فيه شرح عملي، بناطيل هنعملها برضه بشكل عملي. طيب لسه حاسس اثناء الشرح انا كمصمم بدات استخدم الباترون، هل في وقت معين الباترون ده ممكن ينتهي معايا او في وقت معين صلاحيه الباترون ده ولا بستمر؟ لا طبعا يا يوسف، ده باترون اساسي يعيش معاك مدى الحياه، طبعا ما تستغناش عنه، لان حضرتك لو هتاخد كورس او هتاخد دوره بتدرس وبتتعلم الباترون الاساسي، فالباترون الاساسي ده هو اساس المهنه او هو اساس الصناعه. لا انا اقصد انه مش من وقت للتاني محتاج ان انا اغير كخامه للمنتج. لا كخامه للمنتج طبعا لا، ده جلد ما انتش محتاج ان انت تغيره ابدا مدى الحياه، يعني انت بتاخد الباترون بيعيش معاك مدى الحياه، بتستخدمه مدى الحياه، تطلع منه كل الموديلات وتطلع منه كل المقاسات. ونحط الصدر على الظهر عشان نتاكد من صحه الباترون بالشكل دوت. الظهر اعلى من الصدر وازيد من الجناب، والسوسته على نفس مستوى الظهر، والجنبين على نفس المستوى. طبعا انا بوضح لصحة عمل الباترون، وكده نكون انتهينا من عمل باترون السيدات. مستر خالد بشكرك اكيد لغاية هنا وانتهت الفقرة الحالية. لغاية دلوقتي احنا شرحنا 3 منتجات. المنتج الاول ارت سوينج 1 ده لملابس السيدات، المنتج الثاني ارت سوينج 2 ده للاطفال، والمنتج الثالث كان ارت سوينج 3 ده كان لبنطلون السيدات. نطلع فاصل وهنرجع مرة تانية للسمارت ديزاينر 1. أسهل طريقة في الدنيا تعلمك فن التفصيل، في نص ساعة بالثانية يطلع معاكي أحلى موديل من منتجاتنا ال5. تطلع بلوزة جاكيت فستان وعباية أو جيب